اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. والسنة الجاية تكونوا عند الحبيب يا رب. أنا هنا بقى معايا فول، جبت نص كيلو فول كده نقيته ونقعته كده من قبلها بيوم. لحد ما بقى طري معايا كده. سِبته كده منقوع، بانقعه كويس. وهنا جِبت ده كيلو ونص فراولة، جِبته نقعته كده شوية وبعد كده غسلته ونضّفته، وهاقطّعه قطع كده. لو أنتم بتحبوها بحالها كده يعني الفراولية بحالها كده، فعادي. أنا ولادي بيحبوها متقطّعة كده. هاخرّطها بقى كده كلّها عشان نعمل حبّة مربى حلوين كده للسحور. طبعًا ما فيش غنى عن المربى في السحور، طبق كده جنب الأكل، والفول طبعًا ده أساسي في السحور. يعني سحور يعني فول، دي حاجة معروفة يعني. فقُلت بقى لمّا نعمل حبّة فول حلوين كده. أنا هنا بقى خلاص خرّطت الفراولة كده كلّها، هانزل بس عليها بكوباية سُكّر واحدة كده، كوباية مليانة. يعني الكوباية دي حوالي ربع كيلو سُكّر. والله كانت مضبوطة ويعني مضبوطة جدًا، الكوباية كانت ضابطاها، لإن الفراولة مش ماسخة، مسكّرة أساسًا. أنا حطيت كده عليها كوباية السُكّر وركنتها كده، هاقلبها واسيبها مركونة شوية. أنا بقى هنا حطيت نُص الحلة كده مَيّة، هانزل بقى الفول اللي أنا بقى ناقعاه ده كده حلو، هانزل بقى على المَيّة دي كده، مَيّة عادي من الحنفية. وصلّوا بقى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هاعصر بقى ليمونة. أنا باعصر ليمونة كبيرة، بس أنا الليمون بتاعي عشان مش كبير أوي، فأنا عصرت ليمونة ونُص كده. أنا بقى مش هاحط له أي إضافات ولا أي حاجة، هو بس الليمون وبس كده. بُصّوا أنا جرّبته بكذا طريقة والله، دي أحسن طريقة أنا وصلت لها. يعني أنا جرّبته بالجزر وجرّبته بالكركم وجرّبته بكل حاجة، بس أنا لقيت دي أفضل طريقة، وريحته والله يا بنات كانت قالبة الدنيا، أكنكم معديين عند حد بيعمل فول. يعني المحلات الفول اللي إحنا بنعدي عليها بنشم ريحة الفول وهو بيتعمل كده، كانت ريحته حلوة جدًا وهو بيتعمل. أنا بقى خلاص هنسمي الله بقى ونولّع عليه كده. أنا حطيته على نار عالية، يغلي معايا وبعد كده نرجع له. بُصّوا بقى هنا الفراولة نزّلت بقى، أنا لسه ما حطيتهاش على النار ولا أي حاجة. هو بُصّوا السكر بينزّل بقى المَيّة بتاعة الفراولة بقى والسكر بيسيح كده وبينزّل مَيّته. بُص نزّلت مَيّة قد من قبل أساسًا ما نحطها على النار. خلاص بُصّوا أنا بقى ولّعت عليها كده ومش على نار عالية أوي. الفول اللي في الأول على نار عالية، بُصّوا غلى كده، أروح بقى مهدية عليه النار يعني شمعة كده، شمعة خالص كده، واسيبه بقى يستوي على راحته. طبعًا الفول ده في أي حلة هتحطوه هيستوي، هيبقى زي الفل، مش هياخد معاكم أي وقت، أهم حاجة إن أنتم تغطوه. أنا هنا بقى حاطة المعلقة دي على وش الحلة كده عشان الفراولة طبعًا بتفور معانا، عشان ما تفورش مني وهي بتستوي. أنا باسويها يا دوبك تغلي، باروح موطية النار كده واسيبها تستوي على نار هادية خالص. أنا هنا بقى نزلت بعصرة ليمونة وبس كده، مش هاحط أي إضافات. ممكن لو أنتم عايزين تحطوا كيس جيلي عادي حطوا، ساعات باعملها بالجيلي، بس أنا عملتها كده والله بُصّوا كان طعمها حلو جدًا. هتعجبكم إن شاء الله أمّا تجربوها. وادي الفول بقى خلاص استوى أهو. بُصّوا الفول بقى ولا حاطين لون ولا أي حاجة، هو طبيعي ما فيش إلا عصرة الليمونة بس. جربوه والله أحلى طعم، هيعجبكم جدًا لمّا تجربوه إن شاء الله. أنا جربت والله كذا يعني كام سنة باجرب نفس الطريقة كده، دي أحسن طريقة. بُصّوا خلاص بقى الفراولة خدت بقى كام غلوة كده مع الليمون، خلاص طفيت عليها بقى وسبتها هدِت وبعد كده فضيتها. هنا بقى ده الفول. بُصّوا بعد ما خلص بقى والله حبة فول زبدة يا بنات زي العسل. بُصّوا نُص كيلو فول عمل كمية حلوة. فيكم بقى لو أنتم عايزين تحطوا معلقة دقيق بعد ما يستوي كده وتقلبوه في حبة مَيّة وبعد كده تنزلوا على الفول، تدّوا له يا دوبك غلوة مع الدقيق ده، هيخلّي المَيّة بتاعته دي تبقى تقيلة وحلوة. وادي بقى المربى بتاعتنا اللي زي العسل، وعندكم يا رب كل الخير وكل سنة وأنتم طيبين. بُصّوا بقى الحلة ولا لزقت ولا أي حاجة، هيعجبكم إن شاء الله لمّا تجربوه. وبُصّوا بقى من كيلو ونص فراولة عملنا بُصّوا يعني حبّة حلوين، يعني هيكفّوكم إن شاء الله. يعني وطعمها بيبقى تحفة جدًا. يعني طبعًا ده فاكهة أنتِ بتاكلي يعتبر فاكهة طبيعي أصلًا، ما فيش أي إضافات ولا مواد حافظة ولا أي حاجة. بس ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش بقى بالاشتراك لو عجبكم الفيديو واللايك بتاعكم الجميل وكومنت حلو منكم. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.